السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوا الفيديو. فكره النهارده هستخدم فيها كرتون والدانتيل ومقص عشان ابتدي اقص بيه، وكمان مسدس شمع عشان الزق بيه لو عندك اي ماده لصيقه متوفره تانية. تمام، هبتدي اقص الكرتون. هطلع منه 4 قطع متساويه مستطيله كده. قبل ما احط الدانتيل عليه، طبعا عشان في كتابه عليه وكده، واغلفه قبل ما احط الدانتيل عليه. هغلفه بقماش ابيض عندي متوفر، لو متوفر عندك بقى ورق ابيض ممكن يتغلف بيه. هبتدي اغلف كل قطعة كرتون بالقماش الابيض ده بالشكل ده. كده تمام، عملتهم الاربعة بالقماش الابيض، وكمان مش محتاجين الدانتيل كمان، بس انا الفكرة عجباني ان انا اعمل بيها الدانتيل. القماش الابيض شكله برضو حلو. هحط عليهم الاربعة الدانتيل بالشكل ده. وكده خلصت لزق الدانتيل عليهم هم الاربعة. هبتدي بقى اجمعهم مع بعض والزقهم في بعض بالشكل ده. كده بعد ما لزقتهم في بعض، عملت برواز بالدانتيل بالشكل ده. وهنا انا خدت حتة كرتونتين صغيرين بالشكل دوت وغلفتهم بالدانتيل. ممكن استخدمهم اللي انا اسند بيهم البرواز من ورا، بحيث اللي هو يبقى محطوط على اي ترابيزه مسنود من ورا، سندات للبرواز. وممكن كمان اعملهم من فوق للبرواز، ان انا اعلقهم منه من فوق. كنت هسيب البرواز على كده، بس دلوقتي هبتدي ازينه بخرز وفصوص كده كانت عندي، داير ما يدور حوالين حلق البرواز من جوه.